بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة منوعات مامي، ومعلش تأخرت عليكم شوية. هنعمل فكرة جديدة مع بعض وحلوة ولطيفة، خامة حاجة على أعلى مستوى، خامة نظيفة يعني مش روعة، حاجة حلوة جدا. هنعمل مع بعض فكرة يعني فكرة بسيطة كده. معلش الواحد بيتأخر شوية على القناة، عندنا بقى تالتة ثانوي وعندي شوية ظروف كده. الحمد لله على كل حال. هنبتدي كده بالصلاة على الحبيب واوريكم الملاية دي عاملاها عند واحدة حبيبتي، ما شاء الله على ايديها، والله اكبر. حاجة كده بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. خامة نظيفة جدا، قماشة طرية، قماشة حلوة، يعني حاجة ايه بالصلاة على النبي. هنبتدي كده وننفض سريرنا ونلمعه ونروقه، وتعالي نروق الأوضة مع بعض ترويقة سريعة كده. شوفي بقى، اللهم صل على الحبيب يا رب. شوفي عاملة ازاي. اكتبولي كده بتتابعوني من انهي بلد، وقولولي على اي فكرة عايزين نعملها مع بعض، واي حاجة نعملها مع بعض. واللي ليه طلب يكتبلي في الكومنتات ويقولي ايه طلبه، وانا تحت الامر باذن الله تعالى. شوفي كده اللهم بارك يا رب. الكيس الخدادية حاجة جميلة جدا، ربنا يا رب يحفظ لها اولادها ما شاء الله. كيس المخدة بص بيدخل معاكي بسهولة، وفي نفس الوقت مش واسع ومبهدل وكده، ما شاء الله حجمه مظبوط جدا، يعني حاجة كده روعة. اللهم بارك. حتى انا يعني عجبتني جدا القماشة. عندي بنتين ما شاء الله عليهم، قلت لها طيب عليكي بقى تعملي لي شويه حلوين. كل ما بستخدم بصراحه الملايات كذا حاجه عملتها لي تفصيل زي كده، حاجه حلوه خالص. فبدات اعمل للبنات تفصيل عندها بصراحه احسن من حاجه الشارع بطريقه حلوه. ولو حد حابب رقم الموبايل او كده يكتب لي في الكومنت برضو، وانا ابعته في الرد باذن الله تعالى. المهم انا بقول كده عشان هي اخت عزيزة شوية وصلاة النبي على ايديها زي ما بيقولوا تتلف في حرير ما شاء الله يعني. شوفي الملاية تبارك الله قد ايه روعة وحلوة، بس عاملة زي الطابلوه على السرير اساسا. بس بسم الله ما شاء الله. هنكمل بقية الأوضة مع بعض. شوفي السرير التاني عامل ازاي. وفي مفاجأة برضو في اخر الفيديو، حاجة جبتها عجبتني جدا، ان شاء الله هتعجبكم. اللي وصل معايا كده بالله عليكم لحد هنا يعمل لي لايك حلو زيه كده. تعالي بقى بص السرير التاني نعمله مع بعض، يعني حاجة روعة كده. حاجة هنمسح الارض بس بوريكي قماشتها، بس قماشتها طريه ازاي، حاجه يعني اللهم بارك جميله جدا. بصوا يا بنات حلوه قوي يا بنات بالصلاه على النبي. بصي لما ركبتها عامله ازاي ما شاء الله. بصي كده يعني اهي. هنطوق بقى كده ونفرش، وهتيجي معاكي بقى ايه حاجه عسل كده هتعجبك. شوفي بقى، شوفي جمال الحفظه دي قد ايه جميله بالصلاه على النبي. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصلت معايا لحد هنا كده. بصي نظرة سريعة للأوضة جميلة هتعجبك ان شاء الله. واستودعكم كده في الله بإذن الله تعالى، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله تعملوا لي لايك وكومنت حلو. واستودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه. انزلي لي نظرة كده وقولي لي رأيك في الكومنتات. بصي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لفي اللفة كده وقولي لي رأيك. شفتي الجمال والحلاوة. السلام عليكم.